جديد. أنا ميرا دوان، والنهاردة هتكلم معاكم على 22 عادة الناس الناجحين بيعملوها شبه كل يوم علشان يوصلوا للنجاح اللي هم فيه دلوقتي. لو أول مرة تشوفوني فأنا ميرا دوان، وبعمل فيديو عن السلف لاف والسلف كير والفيمينين انرجي، وساعات بتكلم على الكتب. ولو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. أول عادة الناس الناجحة على طول بيعملوها إن هم على طول بيتعلموا، على طول في رحلة تعلم مستمرة. they always learn something every day، بتعلموا حاجة جديدة كل يوم. فحاولي ان انت تخصصي 30 دقيقة من يومك كل يوم تتعلمي اي حاجة، اي حاجة ليها علاقة بمجالك او بمجال انت تحبي ان انت تتعلمي عليه. تاني حاجة هم على طول بيقروا كتب. الكتب لما بنقراها باللغة بتاعتنا بتديلنا خبرة ازاي نعبر عن نفسنا باللغة بتاعتنا، ولما بنقرا كتب في لغة تانية بنحاول نتعلمها، فده بيديلنا فوكاب زيادة وبيخليكي شخص مثقف، وعلى طول بتعرفي تفتحي مواضيع جديدة لما بتقابلي ناس لأول مرة. حاجة تالتة عرفتها ان الناس الناجحة على طول عندهم هواية بعيدا عن شغلهم، وكمان دي حاجة بتخليكي a very interesting person، شخص ناس عايزة تعرفه. وبغير ان الموضوع الهواية ده بيخليكي تعرفي ناس جديدة قوي outside الفيلد بتاعك، بتخليكي تتعلمي حاجات كتيرة قوي عن نفسك، بينميكي وبيساعدك في الجروس، فبيساعدك تكوني شخص ناجح اكتر. رقم 4، وطبعا الصحة، ولو ما كنتيش mentally وفيزيكلي كويسة مش هتعرفي توصلي للنجاح اللي انت عايزة تخليه، فحطي على طول صحتك أولوية في يومك. رقم 5، they always visualize اللي هم عايزينه، على طول بيتخيلوا للنجاح اللي هم عايزين يوصلوا له. ورقم 6، they take action، مش بس هم بيفكروا هم عايزين يوصلوا ازاي او بيحلموا، هم كمان بياخدوا اكشن كل يوم عشان يقربهم للنجاح اللي هم عايزينه. رقم 7، ودي حاجة مهمة جدا، ان هم they reflect او بيشوفوا ايه الحاجات اللي بتخليهم مش شخصيات منتجة او مش شخصيات سعيدة، وبيحاولوا يبعدوها في يومهم على قد ما يقدروا. رقم 8، they always have a plan، هم على طول عندهم خطة ازاي يحققوا اللي هم عايزين يوصلوا له، ولو خطة رقم A ما نفعتش ففي B وفي C وفي D. فخليكي عندك على طول خطة للنجاح أو للحلم اللي انت عايزة توصلي له. رقم 9، they work on their subconscious، على طول شغالين على عقل الباطن. ان العقل الباطن ده تقريبا شبه سبب كتير قوي في تعاستنا وسعادتنا ونجاحنا. فكل ما تشتغلي على عقلك الباطن وتحسنيه كل ما هتنجحي أسرع. وخلي بالك ان عقلك الباطن على طول بيبعتلك إشارات ورسائل وانت بتحلمي، فخلي بالك ان احلامك دي ساعات بتكون اشارات من عقلك الباطني او عقلك الباطن ان هو بيحاول يوصل لك رسالة معينة عشان تحسني من حياتك احسن. رقم 10، هم عندهم على طول morning and night routine، يعني عندهم روتين لما بيصحوا من النوم، وعندهم روتين قبل ما يدخلوا يناموا. وهتلاقي امثله كتيره قوي على الروتين على اليوتيوب، وكمان هتلاقي من الكتب اللي بحب اريكومند في موضوع الروتين هو Atomic Habits. هيساعدك جدا ان انت تعملي روتين اول ما تصحي ولما تيجي تواين داون قبل ما تنامي. ولو عايزين سامري للكتاب ده ما تنسوش تسيبولي تحت في الكومنت. رقم 11، ودي على طول بتكلم عنها، اللي هم they practice mindfulness، او هم بيمارسوا عادة ان انت تبقي في على طول تبقي في اللحظة الحالية، وان انت تركزي على ال present moment. 12، gratitude، بيمارسوا الامتنان على طول، عشان كل ما بتقولي ربنا ان انت حمداه وشاكراه على النعم اللي عندك فهو على طول بيزودك. رقم 13، وهم على طول عندهم نوتة بيسجلوا فيها كل الافكار اللي عندهم، وحتى لو افكار وحشة علشان تساعدهم ان هم يحققوا الحاجة اللي هم عايزين يحققوها. رقم 14، هم قبل ما يناموا بيخططوا تاني يوم هيعملوا ايه، مش بيصحوا تاني يوم هبهذر كده ويعملوا اي حاجه في اليوم. ودي من الحاجات اللي بحبها قوي، ان هم they always journal، بيعملوا journaling لافكارهم ولمشاعرهم. ورقم 16، دي حاجه مهمه جدا برضو، ان هم they have enough sleep، يعني 3 ساعات نوم و4 ساعات نوم مش هتوديكي في اي حته، لازم تبقى عندك 7 ل 8 ساعات نوم كافيين. 17، بيركزوا على نقط قوتهم ويحاولوا يزودوها، ويشوفوا نقط ضعفهم ويحاولوا يقووها. ورقم 18، they manage their money، يعني مش بيصرفوا فلوسهم في اللاشيء، وكل قرش هم بيصرفوه هم عارفين هو رايح فين وهيستفادوا منه ازاي. ولو عايزين فيديو عن ازاي نمانج فلوسنا او نمانج الماديات بتاعتنا ما تنسوش برضو تكتبوا لي تحت في الكومنت. 19، هم بيعملوا تاسك واحدة بس في الوقت الحالي، يعني مثلا لو هم بيتفرجوا على يوتيوب فيديو هم بس بيتفرجوا على يوتيوب فيديو، مش بيعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. مالتي تاسكينج ده مش هيوديكي في اي حتة. ف
ركزي على شغلانة واحدة في الوقت الحالي. رقم 20 ودي من أهم الحاجات، إن هم بيسراوند themselves أو بيحاطوا نفسهم بناس كويسة، بناس تساعدهم إن هم يكون أشخاص ناجحة، أشخاص سعيدة، أشخاص منتجة. انتي بتكوني شبه أكتر 5 بني آدمين انتي بتقعدي معاهم، فخليكي واعية انتي بتقعدي أو بتقضي وقتك مع مين. رقم 21 they know their values، وهكتب لكم list of values هنا تساعدكم ان انتوا تعرفوا your values اكتر، عشان تساعدكم ان انتوا تحققوا اللي انتوا عايزين تحققوه. واخر حاجة gross mindset، ان انتي to have a gross mindset، ان انتي عارفة ان انتي على طول بتتغيري وبتكبري وبتتحولي وبتغيري من شخص لشخص، وافكارك بتتغير، واللي انتي فاكراه قبل كده كان صح ممكن تغيري فكرك عنه، وممكن حتى احلامك وانتي صغيرة تتغير. ف you always have a gross mindset we always change we always growing. فبلاش فكرة ان هو انا زي ما انا ومش هتغير، دي مش gross mindset، لا دي fixed mindset، واحنا مش عايزين fixed mindset في 2025، احنا عايزين gross mindset وعايزين نتغير وعايزين نبقى احسن. فده 22 حاجة ناس الناجحة بيعملوها شبه كل يوم او على طول. وكمان الفيديو كان انسباير من ميشيل بي، فده اللينك بتاعت الشانل بتاعتها، هي بتعمل حاجات تحفة وكمان قصيرة وممكن تخلصوا الفيديو في نو تايم، في نفس الوقت تستفادوا. فما تنسوش تشيك هير شانل كمان. وده كان الفيديو بتاع النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، وعملوا لي فولو على الانستجرام، هسيب لكم اللينكس كلها تحت، واشوفكم في فيديو جاي.